كابتن احمد، احنا خدنا راي حضرتك في اكتر من نقطه وافدتنا بجد، فعلا ردودك كانت واضحه وصريحه، وحضرتك كنت في مصر. خلينا ناخد راي حد كان في الكويت اتفضل. ولمس كل الموضوع. كابتن اشرف خضر، المدرب العام للنادي الاسماعيلي. مساء الخير يا كابتن اشرف. مساء الخير. الحمد لله على السلامه. حبيبي الله يسلمك. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ ربنا يخليك حبيبي. كابتن اشرف، معانا كابتن احمد الناوي، بنتكلم عن تقييم شامل لدوره الكويت بكل اللي حصل فيها من سلبيات وايجابيات، ونتيجه الاسماعيلي، النتيجه اللي طلع بيها الاسماعيلي ككل. تقييم حضرتك ايه لدوره الكويت من وجهه نظر حضرتك؟ الاول تحياتي ليك يا ابو حميد وللكابتن احمد الناوي وكل العاملين في الاستوديو. طبعا الحمد لله رب العالمين. احنا طبعا حللنا طبعا الرحله وشفنا طبعا حجم الاستفاده. لقينا فعلا استاذ احمد الاستفاده كانت كبيره جدا الحمد لله رب العالمين. تمام. كان في استفاده معنويه. احنا عندنا لعيبه جداد زي ما انتم عارفين كلكم. في بعض اللعيبه يعني اول مره يلعبوا قدام نادي الزمالك، لما يلعبوا النهارده في مباراه زي دي ويأدوا اداء الحمد لله محترم، طبعا بتزال من عليهم الرهبه وبيحسوا بنفسهم وكده. فانت كنت محتاج هنا المكاسب المعنويه، المكاسب الفنيه الحمد لله رب العالمين. انت تيمك بقى عنده شخصيه، بقى ليه وضع، الناس بقى في ثقه في فرقه النادي الاسماعيلي. الناس كانوا قلقانين جدا يا ابو حميد الفتره اللي فاتت وبيتكلموا على الفرقه طبعا، وده كان عندهم حق طبعا، فرقه جديده وده طبيعي. لكن الحمد لله بالفتره اللي فاتت بتكلم على المباراه، اطمنوا بعد مباراه الزمالك نبتدي نتكلم كويس. ومباراه مثلا يحصل فيها نتيجه عكسيه ولا حاجه يبقى الكلام وحش. لكن احنا بنقيم توتال اداء وتوتال شغل يعني. النادي الاسماعيلي زي ما بتكلم كده الفرقه عندها شخصيه الحمد لله وادت اداء محترم. المعسكر زي ما بقول الفوائد منه كانت كبيره، كان في التزام غير طبيعي من كل اللعيبه بدون استثناء. في كلام بيتقال لكن احنا مش عارفين بيتقال ازاي او بيتقال ليه. بالعكس احنا كان عندنا ملاعب التدريب متوفره جدا جدا يا استاذ احمد. الملاعب ما كانش فيها مشكله؟ نعم. الملاعب ما كانش فيها مشكله، ملاعب التدريب؟ لا خائب، انا بتكلم بصراحه والله. احنا لازم نشكر نادي التضامن. نادي التضامن يعني كان فاتح لنا ملعبه يا جماعه، بنتمرن في اي وقت جايب لنا ادوات، جايب لنا كرات زياده. فيعني اعتقد الحمد لله احنا بالنسبه لنا فنيا بالتحليل كده لا الحمد لله رب العالمين كانت رحله موفقه جدا ومحترمه جدا واستفدنا منها. احنا جايين يوم الخميس وكان عندنا تدريب الساعه 4:30 وراكبين بالليل يعني في نفس اليوم. ما الحمد لله ما ضيعناش اي وقت. طب يا كابتن يعني دي وجهه نظر حضرتك من جانب برضو المستطيل الاخضر، لكن المشاكل اللي كانت حصلت عموما في الدوره وحضرتك ادرى مني بيها واحنا شرحناها في اول الحلقه، ما اثرتش على اللعيبه من اي جانب؟ انا متسمع يا ابو حميد المشاكل اللي حصلت في الدوره عامه وكنا قلناها في اول الحلقه، ما اثرتش على اللعيبه؟ بص يا ابو حميد، المشاكل اللي حصلت اللي هي الشركه الراعيه والكلام اللي حصل دوت والكلام ده كله احنا كنا فاصلين لعيبتنا مفصولين تماما. الحمد لله رب العالمين احنا احنا اللي بنتحكم فيها ودي مسؤوليتنا. احنا كنا فاصلين لعيبتنا عن كل الكلام ده كله. الحمد لله لعيبتنا اخذين حقوقهم وكانوا فاضيين بس ومركزين في شغلهم، مركزين ان هم عندنا مسؤوليه الفتره اللي جايه مهمه جدا وكانوا شغالين شغلهم بدون تفكير وبدون تركيز في اي حاجه الا في الكوره بس. طيب كابتن اشرف، سؤال اخير خاص باللعيبه برضو، لكن خاص باللعيبه اللي ما سافروش مع الفريق، هل كان ليهم جدول اعداد هنا في حيث التدريب واللياقه ولا لا؟ بص يا حبيبي، اللعيبه اللي ما سافروش احنا الطبيعي بنبقى يعني عندنا مدرب مع الفريق هنا، او لو ما كانش حتى مدرب مثلا موجود بيبقى في مدرب من قطاع الناشئين زي المدرب المحترم اللي معاك الكابتن احمد الناوي، بنسيب معاه اللعيبه وبتاع ما فيش اي مشاكل. لكن احنا كان عندنا مشكله ان احنا لعيبتنا معظمهم مغتربين وكان اداره النادي بتعمل تجديد بتجدد في الفندق اللعيبه في الفندق بتاع اللعيبه. تمام. فاللعيبه دي كانت هتنام فين؟ ما كانش في مجال خالص ان هم يبقوا موجودين. فبالتالي احنا نسقنا مع كل اللعيبه، كل واحد بيتمرن في بلده وكده، وده بسبب الظروف اللي كانت موجوده. يعني اعتبرناها راحه سلبيه للاعبين؟ اعتبرناها يا كابتن راحه سلبيه للعيبه؟ لا، ما في فرق بين راحه سلبيه، بالعكس احنا من هناك عارفين اللعيبه كلها بتتمرن، ما ينفعش 10 ايام راحه سلبيه. لا،
يعني بس احنا مش ضامنين هم بيتمرنوا ولا لا. عن طريقنا بتتمرن مع فرق درجه اولى ممتازه بس قريبه منها، يعني على اساس ان هنا كان صعب جدا ان هم يباتوا في الاستراحه، لان الاستراحه زي ما بقول لك بتتجدد. احنا قلنا الخبر ده بس لكن ما خدوش راحه سلبيه خالص. لا طيب كابتن احمد ليك تعليق على حاجه؟ كابتن اشرف الحمد لله على السلامه. كابتن اشرف حبيبي ازيك يا كابتن امام؟ الحمد لله على السلامه. والله نور، مباراه محترمه جدا يا كابتن. يمكن انت اكدت على الكلام اللي انا قلته قبل ما حضرتك تبقى معانا على الهوا، وبيسالني استاذ احمد على المكاسب. فاول حاجه قلت له مكاسب معنويه بالنسبه للعيبه جايه من درجه اولى ودرجه ثانيه، عدد كتير جديد من اللعيبه، تجانس داخل الملعب وتجانس خارج الملعب، ثقه في الاداء، نتيجه شغل خططي باين في الملعب سواء هجومي او دفاعي. فالمكاسب الحمد لله. يمكن انت اكدت الكلام اللي انا قلته من شويه يعني. والله يا كابتن احمد انا ما سمعتكش قلت ايه وكده، لكن أنا طبعا عارف. انت لان الطبيعي ان اي حد بيحلل قبل ما يتكلم، وانت راجل محترم وكده، واعتقد ان ما فيش مشكله، كلنا نتكاتف الفتره الجايه. اعتقد ان في دوري الفتره اللي جايه وما نبصش السلبيات، نبص الايجابيات يا كابتن احمد، ونقف جنب الفرقه، لان الفرقه محتاجه، سيبك من ماتش الزمالك وغيره، الفرقه محتاجه يتوقف معاها لفتره طويله، لان النادي الاسماعيلي لا الظروف كانت صعبه، وما نقولش ان المباراه عملناها كويسه، لا بالعكس لسه ما عملناش حاجه، ولازم الناس تبقى عارفه كلها اللعيبه واحنا وكل المحبين للنادي الاسماعيلي، لا لسه قدامنا وقت كبير عشان ان شاء الله نعمل حاجه كويسه للنادي الاسماعيلي. طيب كابتن اشرف سؤال اخير، ان في اخبار عن ميعاد مباراه الاسماعيلي والمقصه يوم السبت الجاي يوم 20، الاخبار دي حقيقيه ولا لسه؟ والله يا حبيبي فعلا الاخبار دي موجوده وكده، واحنا ما عندناش اي مشكله. جاهزين. بقول لك احنا كان يوم الخميس عندنا ما عندناش راحه، بالعكس هناك وكنا عارفين ان احنا هنسافر، ومرنا اللعيبه على اساس ان احنا عاملين حساباتنا على كل الحلول، وعاملين حساباتنا ان احنا نلعب المقصه في اي توقيت، وما عندناش اي مشاكل، لعيبتنا جاهزه فنيا ومعنويا وتكتيكيا، وما عندناش اي مشكله ان شاء الله. كابتن اشرف خضري المدرب العام للنادي الاسماعيلي، بشكرك والحمد لله على السلامه. حبيبي ربنا يخليك. شكرا ليك يا فندم.